السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم وصفتنا رح تكون هي عن السابلة. رح نعمل من هاي العجينة كوكيز على أشكال بتناسب رأس السنة. المقادير رح أحط لكم إياها بصندوق الوصف، وبنفس الوقت رح أذكر لكم إياها بالفيديو. عنا هون 250 غرام من الزبدة. يفضل تكون الزبدة نوعها الطيب لحتى تاخدوا كوكيز طعمته طيبة. انا استعملت هون الزبده الحيوانيه، وضروري تكون بهاي الوصفه كل المواد بدرجه حراره الغرفه، ما بصير تكون بارده، لازم تطلع من البراد قبل 4 ساعات اقل شيء. اول شيء ضفت الزبده 250 غرام، بعدين ضفت عليهم كاسه واحده من كاسات اللي بنشرب فيها مي اللي سعتها 200 ملي. ضفت عليها سكر بودره، وضفت عليها معلقه فانيلا كبيره. بنخفق لمده 3 دقائق، بعدين بنضيف عليها حبه بيض، بنخفق بنرجع تقريبا لمده 5 دقائق. بعد ما بنخلط المكونات لمدة 5 دقايق بنضيف الطحين بالتدريج. لل 250 غرام من الزبدة عادة بتاخد 4 كاسات طحين، من كاسات اللي بنشرب فيها مي اللي ساعتها بتكون 200 ملي. أول شي بنضيف 3 كاسات. طريقة التحريك بهاي الوصفة كتير مهمة لنجاحها، كمان كتير بتأثر. ما بصير نعجن عجن مثل كأنه عم نعجن عجينة الفطاير أو البيتزا، ما بصير نعجن عجن نهائيا. لازم نخلطها برؤوس الأصابع من حركة تحريك، يعني مجرد ما ندخل الطحين جوا الزبدة ما بدنا نحرك فيها ونعجن فيها كتير أبدا. بنضل بنضيف الطحين بالتدريج. أول شي بنضيف 3 كاسات، بعدين الكاسة الرابعة بنضيفها بالتدريج، وبجوز نحتاج كمان ربع كاسة إضافية. مهم بالأخير نوصل لهذا القوام من العجين، عجينة طرية. بنختبر العجينة بهاي الطريقة، بنشكلها على شكل حلقة. لازم ما تكون كتير كتير طرية ولا تكون كتير ناشفة وتشقق معنا، لازم تكون كتير مناسبة وطرية بحيث انه ما تكون ذوبانة ذوبان او تكون تشقق. بنترك العجينة على طرف بالمطبخ لمدة ساعة لحتى ترتاح. هاي العجينة طرية ومناسبة لحتى تقطعوها بأشكال كتير مختلفة ومتنوعة على حسب ذوقكم وحسب الطلب. بنجهز القطاعات اللي بدنا نشتغل فيها، وبنجهز قطعة السيليكون وورق زبدة. إذا ما متوفرة عندكم قطعة السيليكون فيكم تحطوا تحت العجينة قطعة ورق زبدة، وفوق العجينة كمان ورقة زبدة. بنفرد العجينة بسماكة تكون وسط، ما بدنا اياها تكون كتير رفيعة ولا تكون كتير سميكة. إذا سويناها كتير سميكة رح تعجن جواتها وما تطلع طيبة. وبنفس الوقت إذا سويناها كتير رفيعة فهي بتكون مناسبة لشغلات تانية، ما بتكون مناسبة للأشكال الكوكيز اللي رح نسويها اليوم. هاي السماكة المطلوبة، ما بدنا اياها تكون كتير سميكة. بنشكل بالقطاعات المتوفرة أو المطلوبة بكل سهولة، ما بتعذبكم بالشغل أبدا. هلا عجينة كتير سهلة بالتشكيل، وبتعملوا فيها أشكال كتير متنوعة، حتى فيكم تشكلوا فيها بإيدكم بدون أي قطاعات. الأشكال اللي اخترتها اليوم هي مناسبة لرأس السنة، مثل قطعة الشجرة أو الورد أو الدوائر. فينا شكل بعجينة السكر أشكال بتناسب رأس السنة. أول ما بنبلش فرد عجينة السابلة وتقطيعها، بنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180، ومجهزين صينية فيها ورقة زبدة. تاخد بالفرن تقريبا ربع ساعة ل 17 دقيقة حسب الفرن عندكم، وبنشغله من فوق ومن تحت، وبنضل بنراقب عشان ما يكون حرارة الفرن اللي عندك غير اللي عندي. بجوز في أفران تكون حرارتها كتير مرتفعة فبيحترقوا معكم، وفي أفران كتير باردة بجوز يطولوا معكم أكتر من هيك. لهيك لازم بس تحطوهم بالفرن لبعد 10 دقايق تراقبوهم.
بنشيل القطع اللي شكلناها بكل سهولة وبنحطها فوق ورقة الزبدة، ما بتلزق معكم أبدا إذا كنتوا حطيتوها على هاي السيليكونة أو حطيتوها على ورقة زبدة. بشكل عام هي العجينة ما بتاخد معكم وقت بالتحضير، تحضيرها بيطول تقريبا مدة 10 دقايق ما أكتر، بتريحوها ساعة، بعدين بالتشكيل والتزيين كلياته ما أخد معي وقت 3/4 ساعة. طبعا هي الزوائد اللي شلناها كلها بنرجع بنلمها ما بنعجن عجن ابدا، بنلمها وبنرجع بنعيد تشكيلها من اول وجديد، وبنرجع بنشكل بالقطاعات عادي ما بيأثر عليها اي شيء. اهم شيء انه ما نعجن كتير لحتى ما تتشكل عنا خيوط الجلوتين وتطلع قطعة السابليه كتير قاسية. هي بعد ما طلعوا من الفرن هيك كان شكلهم. ملاحظة كمان كتير مهمة انه بس شفتوهم وصلوا لهذا اللون فورا طالعوهم من الفرن، بتفكرون انتو طرايا بس لحالهم بس يبردوا بتماسكوا. قطعت لكم كمان قطعة مشان تشوفوها كيف ما لا قاسية ابدا، بتدوب بالدم. القطاعات الأساسية اللي بنحتاجها لتشكيل زينة الكوكيز نفس القطاعات اللي اشتغلنا فيها، قطعة العجين قبل الخبز نفس القطاعة الزبط، وفي أشكال صغيرة بنضيفها للتزيين الخارجي على قطعة عجينة السكر. راح أعرض لكم أنا كذا موديل وأنتوا بتختاروا اللي بيناسبكم واللي موجود عندكم واللي بتقدروا توفروه. لتشكيل زينة حبات الكوكيز بيلزمنا قطاعات متعددة، مثل الأول قطاعة هون هي قطاعة كريستالة التلج، وكمان في منها شكلين، وبيلزمني كمان قوالب سيليكون بأحجام وأشكال متعددة. أنا راح أعطيكم الأساسيات بالتزيين، وأنتوا فيكم تبدلوا بالأشكال وبالزينة على كيفكم، يعني فيكم تبدلوا بالقطع بالزينة على كيفكم. ألوان عجينة السكر اللي محتاجة اليوم كمان اللون الأخضر، اللون الأزرق الفاتح، الأبيض، الأسود. هي الألوان اللي بتناسب أشكال رأس السنة. مثل هون عنا شكل الكف، أول شي شكلته بنفس القطعة اللي عملت فيها حبة الكوكيز، بعدين ضفت عليه شريطة بيضة من الطرف الفوق وحبة كريستالة التلج من تحت. باللون الأخضر رح أعمل فيه الشجر. أنا كنت عاملة هون كمية كبيرة لهيك اشتغلت الأشكال اللي لازمتني قبل وكملت معكم بالفيديو. هذا الشكل كمان كتير حلو وبيعطينا ديزاين مختلف. طريقة التشكيل فيه كتير سهلة، بس تضغطوا عليها من كل الأطراف مشان تاخدوا الشكل من كل الجوانب. بناخد هون قطعتين من عجينة السكر، قطعة باللون الأبيض وقطعة باللون الأحمر، بنشكلهم على شكل خيوط رفيعة، بعدين بنلفهم لف على بعض. بنلزق الأطراف بنقطة مي، ما بنكتر مي، وبنشكلها على قطعة عجينة السكر الأساسية اللي بدنا نحطها فوق حبة الكوكيز لحتى يكون حجمها مناسب. بقطعة السيليكون أو بقالب السيليكون بناخد قطعة عجينة سكر باللون الأخضر، قطعة صغيرة، ونحطها على قالب السيليكون وبنشكلها على شكل ريبانة وبنضيفها، بنلزقها بنقطة مي. بناخد قطعة عجينة سكر باللون الأسود لحتى نعمل فيها شرايط، لأنه بدنا نعمل شكل المربع على شكل هدية. قوالب السيليكون والقطاعات بشكل عام كتير بتفيدنا وبتساعدنا بالشغل لحتى يطلع أرتب وأحلى.
عندنا هون قالب السيليكون على شكل ورود بأحجام مختلفة. أخدت أصغر حجم، وأخدت قطعة عجينة سكر باللون الأحمر وثبت فيه وردة، ما بتاخد معكم وقت أبدا، وحطيتها بالوسط. هاي الأشكال اللي أنا مجهزتها من قبل، وفي كمية تانية كمان. على شكل الشجرة رح أدهن شوية مي، شوية كمية بسيطة كتير، ما بنكتر مشان ما تدوب معنا عجينة السكر. بنضيف عليها حبات السكر أو حبات اللوليات الصغار اللي بيكونوا كتير حجمهم ناعم. مجموعة ملونة، اللي موجود عندي الأصفر والأزرق والأخضر. وبنكون مشكلين كمان قطع من عجينة السكر على شكل نجمة وبنضيفها كمان. وفي عنا حبات اللوليات اللي حجم أكبر بيكون شوي، بنضيف اللون الذهبي. والتلزيق كلها بكون عن طريق المي بس. وفي عندي هذا الجليتر كمان كتير حلو، لميع. هذا اللميع كمان هو غذائي قابل للأكل، بيعطي لمعة كتير حلوة. التشكيل كلياته حسب الرغبة وحسب الطلب، إذا كنتوا عم تشتغلوا طلبات. هون بنجيب قطعة الكوكيز وبنجيب الأشكال اللي عملناها بعجينة السكر، بنحط كمية بسيطة من المي على قفا قطعة عجينة السكر، وبنلزقها على قطعة الكوكيز، ما بنكتر مي. مجرد ما حطينا قطعة عجينة السكر على حبة الكوكيز وعفناها لمدة 5 دقايق، بتمسك ببعضها وما ما بتعود بتطلع منها أبدا. بنكرر نفس الطريقة على جميع الأشكال. بنحط كمية بسيطة من المي على عجينة السكر من القفا، بعدين بنحط عليها قطعة الكوكيز. هاي أسهل طريقة لحتى تلزقوا قطعة عجينة السكر بالكوكيز، حتى فيكم تشاركوا أطفالكم حتى يزينوا معكم. هون أنا ضفت قطعة عجينة سكر باللون البني لنعمل جذع الشجرة. وبالنسبة للكوكيز، بما انه عم نلزقها بكمية بسيطة من المي، لا تخافوا ما رح تطرى معكم ابدا وما رح تأثر، لانه عم نحط كمية بسيطة كتير من المي. اما اذا كترتوا كمية كبيرة من المي فقطعة الكوكيز رح تطرى معكم مع الوقت. بتكرروا العملية نفسها على جميع قطع الكوكيز وعجينة السكر. شوفوا هون سمكت الكوكيز وعجينة السكر. عجينة السكر لازم تكون رقيقة مشان ما يكون كتير انه قطعة حلوة كتير. هذا الشكل النهائي لحبات الكوكيز، ان شاء الله يكون عجبكم. مثل ما خبرتكم فيكم تغيروا بالاشكال وتضيفوا اضافات من عندكم كمان. ولا تنسوا تشتركوا عندي بالقناة وتضغطوا على اللايك فضلا وليس امرا. اهلا وسهلا فيكم جميعا، ان شاء الله تكون فيديوهاتي عم تنال اعجابكم وتستفيدوا منها. انتظروني بالفيديوهات اللي جاية، ان شاء الله راح تكون في طرق تزيين جديدة وطرق صناعة الكيك كمان. سلامات صبايا.